نتلاقاو ونتواصل لقانا حتى الماضي ساعتين وين باش نحكيو على العديد والعديد والعديد من النقاط في ضيفنا اليوم. ضيفنا اليوم ضيف استثنائي خاص جدا، يعني سالت أحبار فكره ما بين العمل النقابي، العمل الوطني، العمل ذات البعد الاجتماعي السياسي. باش نحكيو على العديد والعديد من الأشياء اليوم. باش نحكيو مع ضيفنا اللي سعداء جدا حقيقة. أنا وقت اللي قاعد نحضر في الحصة قلت يعني كما قال عبد الحليم حافظ لو حكينا نبتدي منين الحكاية. نحكيو اليوم على ضيفنا السيد سالم حداد. هو كاتب، مفكر، مؤرخ، أستاذ. هو تقريبا امتاز في البعد الإنساني بمحبة الناس اللي حتى اختلفوا معاه في بعض الآراء أو في بعض المواقف، ولكن كان ذلك الرجل الأب في نفس الوقت. نحكيه اليوم على سالم الحداد الذي ولد في 25 جوان من سنة 1941. المرحلة الابتدائية متاعه كانت مدرسة بورقيبة بزرمدين. المرحلة الثانوية معهد بن عبد الله التابعة للشعبة العصرية بجامعة الزيتونة. التعليم العالي كان الجامعة السورية بدمشق ثم جامعة السوربون بفرنسا. له العديد والعديد من الإصدارات. نستطيع أن نقول على الرجل سالم حداد ابن بيئته وصد لعصره، من قرية إلى الاتحاد العام لطلبة تونس، إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وهو الآن عضو بالمكتب السياسي لحركة الشعب. يحمل العديد من الأفكار ذات الأبعاد، مانيش باش نقول الأيديولوجية بقدر ماني باش نستعمل مصطلح الفكرية البناءة. حتى من بعد في الحوار نكتشفوا علاش قلت الفكرية البناءة. نحكيه مع سالم الحداد اليوم في عديد التفاصيل، ولكن قبل هذا الكل خليني نرحب بضيفي سي سالم. حللت أهلا ونزلت سهلا، مرحبا بيك، شرفتنا على أمواج إذاعة رباط FM. شكرا ليك على قبولك للدعوة. أولا تحية لك أنك أعطيتني هذه الفرصة، وليس غريب على إذاعة رباط، فهي معروفة إلى حد بعيد تهتم بالقضايا الإنسانية، تهتم بالقضايا الاجتماعية، وإذاعة إلى حد ما جادة. أنا يشرفني جدا أن أكون على منبرها وأن أساهم في بلورتي، وما أقوله ليس حقيقة مطلقة، وإنما هي مقاربات فكرية. نعم. عساني وفق، قد وفق، قد لا وفق، وإنما تبقى مقاربة، لأن لا أعتقد أن أحد يملك الحقيقة المطلقة. نعم. فنحن نتحدث عن حقائق نسبية، والتاريخ صفحة من التاريخ صفحة من الماضي مفتوحة على المستقبل بما يتوفر للباحث من وثائق، من نظريات، من إمكانيات إلى غير ذلك. وكما يقول أخويا يعني يجابهن بها، نحن لا يهمنا أن نعرف الماضي إلا بقدر ما يساعدنا على ذلك، على معرفة المستقبل، كيف يجب أن نصنع المستقبل. ذاك تقريبا ما سأحاول أن أبلوره مع أخي بلبابة، وإن شاء الله نوفق. شكرا ليك سي سالم، إن شاء الله سنوفق. خليني نبدأ من الأول بشوية للناس اللي يسمعوا فينا، للمستمعين. من هو سالم الحداد؟ حبيت نقول ما بين ثنايا يعني الكتب تبارك الله اللي قريت منها وما زلت نحب نقرا، وفما حاجات رجعت قريتهم مرتين وثلاثة. يعني أستطيع أن أقول ذلك الكاتب، المؤرخ، الباحث عن الحقيقة، صاحب الرؤية. من هو سالم الحداد؟ باختصار شديد أو باختزال أيضا، سالم حداد هو ابن بيئته، وكذلك هو الصادن لعصره. عندما أقول ابن بيئته معنى ذلك أنا عايشت كثير من الأحداث. مثلا أقول أبدأ من قرية، أنا ابن قرية فلاحية أصيبت بضربات موجعة،
ضربتها فرنسا ضربات موجعة للرد على حركة التمرد التي ظهرت في زرمدين، وهي ممكن نقول بدايات أو سميتها أنا طلائع الثورة. عام بداية من عام 1945 حتى 48، وفرنسا ردت بقوة. أنا في هذا الجو الصدامي بين القوة الفرنسية وبين المجموعة المتمردة نشأت، وإلى حد ما حتى في طفولتي تعرضت إلى ممكن نقول ضربة صغيرة، ليست موجعة تماما ولكن ضربة صغيرة. العملية الثانية هو أني نشأت في نطاق المجتمع المدني، والمجتمع المدني بداية من الاتحاد العام لطلبة تونس. قبل ما نوصل للاتحاد العام لطلبة تونس، في تلك الضربات الصغيرة اللي كنت تحكي عليها سي سالم، يعني في هذه الضربات الموجعة اللي خذتهم مدينة زرمدين بوقت الاستعمار، بمن تأثر سالم حداد؟ لأنه اشتميت ريحة القومي العربي الرافض للاستعمار. اعطيني قبل ما نوصلوا للاتحاد العام للطلبة بالضبط. لأن هذا يعني تعرضت له وأنا طالب، ليس طفل. أنا تحدثت لك الأول وأنا طفل، أنا طالب. قلت عشت أنا في نطاق الاتحاد العام لطلبة تونس. علاش مشيت للاتحاد العام لطلبة تونس فقلت لي كانوا فما حاجات أخرى؟ لا، مبدئيا كانت من الاول ثم كشاف ثم جمعيه الشباب الادبيه، لكن يعني انا حاولت اختزل شويه. الاتحاد العام طلبه تونس هو الذي استوعبنا حتى بدايه من السنه السادسه والسابعه ثانوي. نعم، هو استوعبنا. ثم ايضا في دمشق كنا فرع الرابطه التونسيه، فرع الاتحاد العام طلبه تونس، ومنه انا دخلت الى رابطة طلاب المغرب العربي بدمشق. نعم، هذه الرابطة سنوات. هذه الرابطة التي تكونت من محمد الدين القليبي في آخر الأربعينات وبداية الخمسينات. نحن التحقنا عام 1961 التحقنا بها. نعم. أنا كنت أمين سر الرابطة، رابطة طلاب المغرب العربي بدمشق. نعم. هناك نكات كبيرة ما لا أتحدث عنها الآن. يعني ثم في هذا الميدان تعرف يعني إلى حد ما الأمة العربية تعرضت إلى انتصارات أو عاشت انتصارات وتعرضت كذلك إلى انكسارات. نعم. الانتصارات ممكن نقول هو المد القومي الذي عاشته الأمة العربية في الخمسينات وبداية الستينات. الانكسارات هي 67. باي. في فرنسا عشت أهم حدث واعتبره أثر فيا وربما حتى في تكويني الفكري، هو أحداث ماي. هو أحداث حركة ماي 1968، وهي التي زعزعت الفكر الإنساني عموما، لأنها ركزت على المرتكزات الفكرية للإنسانية، ليس الدين فقط، الدين والماركسية والرأسمالية. وضح شنو اللي صار بالضبط في للمستمعين للجيل اللي وضح لنا شنو اللي صار اللي ضرب الإنسانية اللي خلاه سالم حداد يقول عليها اليوم هو ضرب للإنسانية. الحرب العالمية الأولى. نعم. والحرب العالمية الثانية هي التي كانت وراء الحرب العالمية الأولى. كانت وراءها المرتكزات الفكرية، كانت وراءها الرأسمالية. نعم. توسع الرأسمالي، كان وراءها النظام أو الاشتراكية كقوة رد، كان وراءها الدين، كانت وراءها كثير من الأفكار شكلت صراعات كبرى، مثلا العنصرية. هذه كلها كانت مرتكزات الفكرية لما قبل الحرب العالمية الأولى والثانية. بالتالي يعني حركة 68 إلى حد ما كانت احتجاج أو حجاجية، إذا كانت ربما صحت الكلمة الأفضل، حجاجية تريد أن تحاجج هذه الأفكار وهذه المرتكزات الفكرية باعتبارها أنها كانت سبب في دمار إنسانية. وربما في تلك الفكرة قويت
الوجودية. الوجودية التي ربما ترفض هذه المسلمات. نعم. يعني هذه الحركة وهي بدون شك كانت ضد ديغول، لغد ذلك منها هو ديغول منها اضطر باش يجري انتخابات اخرى وخرج لغد ذلك، لكن الذي اثر فيها هو هذه الحركة الحجاجية، لانها لا تكتفي باحتجاج الشارع، بل انها اعتمدت الحجج او الحجاجية الفكرية بين ما هو موجود وما هو منشود، بين الموجود والمنشود ذاك كان بونا شاسعا. يعني بصراحة أثرت فيها كثيرا هذه الحركة. الأكيد هو أنه أثر فيك وأثر في أبناء جيلك بدون شك، وأثر في الناس اللي ساهموا. هل عشتم المنشود وانتم تطلبوا؟ خليني نكمل لك شوية الساعة. في هل وصلتوا للمنشود؟ السنة في فرنسا كان ثم هي حركة أمنا. شنو هي حركة؟ هي جمعية طلب المسلمين شمال افريقيا. هي جمعية هذه كان لها حضور، وهي تجمع ايضا طلاب المغرب العربي، وكانت تفتح مجالات كبيرة للنقاش وللندوات. هذه ايضا كانت تسمى 115 شارع سان ميشيل. بالتالي هذه الحي اللاتيني عموما نعم. كان له ايضا دور كبير في خوض هذه النقاشات. ايضا هي استهوتني وساهمت فيها، ليس كعنصر من الفوق وانما كعنصر قاعدي. واضح. عندما رجعنا الى تونس نعم شغلني او شدني وجذبني الاتحاد عام تونس الشغل. ناضلت كلمة ربما اسحبها كلمة ناضلت، وانا ساهمت ونشطت لان كلمة روح صعيبة شوي. حينئذ في طاق الاتحاد العام تونس شغل، وبدون شك استوعب الاتحاد العام شغل جيل كامل من الشباب المتخرج، وبه اصبح الاتحاد العام تونس شغل قوة متينة بدون شك شابهت الحزب الحاكم، الحزب الدستوري الحاكم في خاصة في السبعينات. وكانت احداث 26 جاء في 98 وهي التي 78 يعني ما هو ولا نضيعوا شوي. لا لاباس عم سلم. بعدها بدون شك انخرطت في رابطة تونسية لدفاع حقوق الإنسان، وهي ممكن نقول أهم إنجاز تنازل فيه النظام قليلا لفئة الحركة الحقوقية، أو لفئة يعني نوعا منها نقول يعني في شريحة خرجت عنه، وهي شريحة الديمقراطيين الاشتراكيين بقيادة حميد المسيري. هي وقتها 77 تقريبا بدأت تتكون الرابطة. ما التحقنا احنا في المسيرة هنا عام 1984 تكون فرع الرابطة التونسية للدفاع عن الإنسان. واضح. نكمل لك طريف برك. بيان سور أكيد. في الثورة مع الثورة يعني ساهمت أيضا كذلك مع كثير من الإخوة في ممكن نقول تأسيس حركة الشعب، وهي حركة الرافعة للتيار القومي التقدمي. واضح. أنا باش نتفاعل معاك في هالسرد هذا الجميل في حاجتين. تفضل. ولكن ما غير ما نعمقوا خاطر باش نمشيو المحاور من بعد في بأكثر تفاصيل. أنت قلت أنا تأثرت وقت اللي رجعت من فرنسا بالاتحاد العام التونسي للشغل، وانخرطت وكنت من المساهمين في معناها، ورفضت على روحك ناحية جبهة المناضل. بيد أنه نحب نقول للسادة المستمعين وأنا نحضر في الحصة، سألت قياديين كبار اللي هم توا في الاتحاد أو خرجوا من الاتحاد، إلا أني نذكر سالم حداد إلا أنهم يقولوا لي مناضل، وأنت تنفي على روحك الصفة هذه فأنت حر، ولكن هما بشهادتهم قالوا مناضل سالم حداد. اليوم خلينا نسأل سؤال: ما الذي تغير في الاتحاد العام التونسي للشغل؟ هل حاد فعلا من خلال المطلبيات كما يحكي ويروي الشارع؟ هل حاد الاتحاد العام التونسي للشغل على الهدف الأصلي للعمل نتاعو؟ والله الاتحاد، فهمت سؤالي يا عم؟ لا فهمت واضح. شوف ونحن عاهدناك بالصراحة شوف الاتحاد، الإنسان صعب بصفة عامة لا يستطيع أن يقيم ذاته، وإنما الآخر هو الذي يقيمه. لأن
فكرة الحديث عن الذات هي يعني مرفوضة، أو على الأقل ممجوج، على الأقل لا يرغب فيها الآخر. نعم. آخر خليك يعطيك أنت، أعطي الفرصة لغيرك تقيمه سلبا أو إيجابا. هذه من ناحية. بالنسبة للاتحاد عام تونس الشغل، لا يمكن أن نقيمه إلا ضمن إطاره الزماني والمكاني. وأساسا في تونس نقيمه ضمن إطار الزمان. لا يمكن أن تحكم على الاتحاد في بداية الاستقلال كما تحكم عنه في السبعينات، وكما تحكم عنه مع العولمة، وكما تحكم عنه الآن. وكأني بيك سي سالم قاعد تلوش في مبررات. أنا شوفش قلت لك في سؤالي، قلت لك هل حاد الاتحاد عن الأهداف الحقيقية الذي خلق من أجلها؟ وخاصة ما يروج الآن في الشارع التونسي، الكل يقولون أنه الاتحاد هو كان سبب معناه بالمطلبيات والاحتجاجات المتكررة وقطع الطرق وقطع كذا، كان سببا من الأسباب اللي العجلة الاقتصادية توقفت قليلا. هل أنت معه أم ضد هذا الكلام إذا نزلت في الزمان متاعه كما قلت؟ اسمع أخويا، قلت هل أنت مع أو ضد؟ هذا سؤال غير علمي. لا، اذا نزلت وقلت لك في الزمان نتاعو. استنى خليني نقول ما هو السياسه او العمل او اي حراك هو نتيجه. خليني نقول لك على الاتحاد العام للشغل. الاتحاد العام للشغل يتميز باربع ميزات لا يمكن لا اليوم ولا غدا اذكرهم لي سي. خلينا نتفاعلوا. الاتحاد العام للشغل يتمتع بهامش من الديمقراطيه. نعم. ولا ما اقول انه ديمقراطي بأتم معنى الكلمه. واضح، جميل. يتمتع بهامش من الديمقراطية. من الديمقراطية. النقطة الثانية. الاتحاد العام لتونس شغل يجمع شريحتين، شريحة عمال الساعد وعمال الفكر. واضح، متفق معك. النقطة الثالثة. الاتحاد العام لتونس شغل يحين رسالته. يحين رسالته. ميزاجور. حين رسالته. النقطة الرابعة. الاتحاد العام للشغل هو كتلة إلى حد ما تاريخية. واضح. كتلة تاريخية. واضح. خلينا نقول لك. أنا مش نشرح شوية كتلة تاريخية. كتلة تاريخية، اشرح لي. وضح لي الكتلة التاريخية باش نرجع نتفاعل معك. لا وهذا نقول لك حتى على الحزب، مش معناها عليه هي برك، لأن هذا من تاريخنا. كتلة تاريخية ومصطلح كتلة يهز البعض إلى مسارات أخرى. لا هي معروفة الأحزاب. بالضبط، هذا هو الأحزاب. الكتلة التاريخية شنو أنا؟ مثلا الاتحاد العام للشغل تلقى فيه كل أطياف اليسار تقريبا، من العامل البسيط الذي يدافع عن لقمة العيش. واضح. من اليساري الذي يدافع حتى عن أو يمشي نحو الصراع الطبقي. نعم. إلى نقول البرجوازية الصغيرة التي تمشي نحو العدالة الاجتماعية. مثالش. إلى الوطني. إلى القومي الذي يعتبر مبادئ الاتحاد هي أساسا مبادئ قومية أو تربى في ظروف قومية. واضح. هذه المنظمة العتيدة التي لها من التاريخ وكما قلت أنت من الساعد والفكر، ولها هامش الديمقراطية كما ذكرت في النقطة الأولى، ولها يعني النقطة الثالثة اللي قلت تحيي رسالتها، والنقطة الرابعة هي التي لها كتلة تاريخية. داكور. بنية تاريخية. متفق معك. أيوة. هل هيكل هذا اللي لعب دور، واحنا ريناه لعب دور مهم في حوار وطني، لعب دور مهم في توافق وفي إعادة جمع التونسيين مع بعضهم على طاولة الحوار، وهذا يحسب للاتحاد. ولكن ما جاوبتنيش على سؤالي. هل أنه اليوم وقت اللي نعرف أنا في جيبك 100 مليم ويلزمك تنتج باش توكل، بيلزم عندك 400 مليم، تجي أنت توقف عجلة الإنتاج والمياه تردها 20 مليم، هل هذا اليوم يدخل في الهامش الديمقراطية ويدخل في هامش الساعد والفكر أو يدخل في هامش البناء، في وقت اللي نشوف
مع كامل احتراماتي للاتحاد اللي انا اكل له كل الاحترام منذ شكون انا قدام تاريخ الاتحاد. اليوم راهو فما مسؤوليه وطنيه تسجل في التاريخ وستدرجها اجيال في المراحل القادمه. الاتحاد هل ساهم في النضال ضد الاستعمار؟ اكيد اكيد اكيد. يعني زعيمه مات مقتول من تو تحدثوا عليها النقطه هذه اي لا دقيقه فقط حتى انه باش اليوم هل يعني ناس الشارع شنو تجاوب وقت اللي يقول لك والله الاتحاد كان سبب في تدهور الاقتصاد؟ شنو تجاوب عم سالم؟ بعقلنا بعقلنا والله بعقلنا. نعم. متاكد اني اجيبه بعقلنا. لولا الاتحاد عم تنشر نعم انا وانت ياكلونا اصلا. شكونهم؟ الرأسمالية؟ ياكلونا الرأسمالية، المهربين المهربين فهم كل شيء واضح. الاتحاد عم شغل يعني وكأنك تقول الاتحاد هو صمام الأمان اليوم، وهو صمام الأمان للمستضعفين. هو الطبقة المتوسطة نقصد. لا استنى نعم. الاتحاد مش مسؤول عن الاتحاد. أنا وحتى عندما قلت لك أنه حين رسالته، الاتحاد حين رسالته مع الثورة. واضح. حين رسالته. مثلا عندما كان 2013 عندما كانت البلاد على حافة الهاوية وعلى حافة الصراع كما دموا في تونس. كما تو ما الذي أنقذه؟ وتونس وحياتنا كل اسموا الباب. حياتنا كل من بداية ما تنجم تقول من بداية الثورة الوطنية. من الذي يحمي التوازن يحفظ التوازن؟ هو المنظمة الشغيلة، هي التي تحفظ التوازن. نعم. ورغم أنها يمكن نقول أنها هي تتحمل الضربات الموجعة ومع ذلك تحفظ التوازن. عندما أنت تحكي على الإضرابات، هل الاتحاد هو مسؤول على كل الإضرابات؟ الإضرابات نتاع الاتحاد هي مقننة. أي إضراب يشن ولا يوافق عليه الاتحاد ولا يقننه فهو إضراب غير شرعي. خلينا نسأل وليس خليني كمالك ساعة نعرف الموضوع هذا. يعني في بداية الثورة ثم وكالة إنجليزية عملت تقريب إحصاء تقريب 4000 إضراب. قالت أي يعني يمكن اقتصاد في العالم يتحمل 4000 إضراب. بالتالي يعني حملت إلى حد ما تعثر الثورة، ولا أقول فشل الثورة. الثورة لا تفشل في قدرة الله، وإنما تعثر الثورة هو يعود إلى ممكن ارتفاع سقف الحرية في بلادنا. خلنا تمام كمال الطريف ساعة. نحن كان سقف، كان هناك مش سقف، كان هناك تغييب الحرية. عندما جاءت الثورة رفعت السقف إلى درجة أن ليس هناك سقف. هذه يعني تفوضى. بالتالي يعني نحن من لماذا نحتاج؟ نحن نحتاج إلى معادلة الأمن والحرية. نعم. بنا في قبل الثورة كان هناك أمن واستقرار إلى درجة تغييب الثورة أو تغييب الحرية. نعم. تغييب الحرية. بعد الثورة ارتفع السقف أو أزيل السقف تماما وزادت هيبة الدولة وأصبحنا نحتاج إلى الأمن. بالتالي يعني وهذا ما شار اليه قيس سعيد يبدو لي فهمت اذا فهمت ولا فهمتش ولا ما نعرفش تبعته ولا ما تبعتوش. سامحني نعم. لا فهمت. هو خلك ضروري من معادله وهي معادله الحريه والامن حتى لا تستخيب حياتنا. نعم. الا بخلق هذه المعادله، وهي معادله ما زالت صعبه لان الشارع ما زال محكوم بما يسمى بالانفلات. نعم. والانفلات الكبير. هو ذكي منك سي سالم انك تجيبني على سؤالي ليس هو هروب وانما بطرح واقعي. بطرح لا انا اعترف بانه طرح واقعي ومعادله هي مطلوبه. لانه المعادله اللي كنت تطرح فيها هي معادله ذات عقل وحكمه واحنا ما نحتاجه الايامات هذه. ما الذي يلومه سالم حداد اليوم على الاتحاد العام التونسي للشغل؟ والله انا لمت في كتاب يعني في مقال
وانا وكتبته الى وكتبته منها علنا وبعثته. خليني نقول لك حاجه. خليني نقول لك علاش خليني نقول لك حاجه انه يتبعوا فينا في المباشر على الصفحه. نعرف انه فما مجموعه تسمع فينا. نحب الرساله اللي هي اللوم اللطيف اللي نعرفه عندك انت، لانه معناها واحد كان يلوم في داره. فهمت؟ ماذا تلوم على الاتحاد؟ انا لوم في لحظه يدوري تراجعوا، وهي يعني تغيير الفصل 20 اللي هو يعني يجعل المسؤوليه المكتب التنفيذي في دورتين لا غير. هناك محاولة وقعت على أساس لا نزيله وخليه اللي يدخل منها يعمل دورتين وثلاثة وأربعة لغير ذلك. واضح. لأن هذه المحاولة يعني أو العملية هي تعمل في جربة. نعم. عملها في جربة، تمر جربة. يعني أعطت أولا صبغة الاتحاد، صبغة ديمقراطية، والاتحاد كان رائدا. كان رائدا في تلك العملية. نعم. باعتباره يعني سن طريق الديمقراطية وكان رائدا. نعم. ها انت تشوف حتى في النهضة رئيس الحركة، رئيس النهضة يحب ينحي الفصل ده. انا عندهم هم الفصل كاين ونسجت عليه كل التيارات الفكرية، كل الحركات السياسية نزلت على الاتحاد عنده الشغل. يعني مناش انت عندك تقول انا مش نقعد وكذا، ما عندكش ثقة في ابنائك، في اخوتك في المستقبل. لا، يجب ان يستمر الفصل 20 ولا يجب ان يبقى في الاتحاد او في قيادة الاتحاد لاكثر من دورتين. باش نجي معاك باش ندخلوا في محور اخر يخص الاقتصاد سي سالم. يعني اليوم باش نعملوا توضيح لمفهوم أن تكون قيم المجتمع الاستهلاكي لا تحارب بالفكر ولا بالإنتاج. هنا أريد طرح يعني قراءة واقعية لتغيير جدي لبناء استراتيجية لإصلاح. فكيف يكون الانطلاق من خلال سالم حداد؟ كيفاش رؤيتك؟ هذا بتجاوبني عليه بعد ما نمشيو نسمعوا أغنية مزيانة. أنا شو نقول لك اطلع وأنت تكمل لي بشعرك، لأنه باش ندخلوا في الغنية. هو الكلمات تقول لأبو فراس الحمداني: أراك عصي الدمع، أراك عصي الدمع، شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر.